سلام بنات، واش حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكون الصحه ديالكم مليحه والاحوال غايه. اليوم جيتكم بفيديو راح نشارك معكم حاجات اللي ان شاء الله تستفادوا منهم. وطبعا في كل فيديو نحب نقدم همسه لانكم تطلبوا بزاف الهمسات تاعي. معليش يا خويا، انا ماذا بيا كي نلقاكم تحبوا حاجه نديرهم نكثر لكم منهم طبعا تحت طلبكم. كيما شفتوا بديت الصباحيه تاعي بهذيك القهوه، قلت نفتح بها عينيا ودخلت للكوزينه باش ندخل هذاك الفريجيدار. كيما شفتوا عنده مسكين موده ما توشاش. قلت نبارطاجي معكم هكذاك صور تحفيزيه باش نتوما تاني تتحفزوا معايا. وعندكم هكذاك شغل ولا حاجه ما خدمتوهاش تقدروا تديروا شويه تحفيز شويه نشاط وتنحيوها من طريقكم. اول حاجه في الصباحيه تاعي البنات واش درت؟ بيان سوغ باينه نغسل الادام ونبدلو ونديرلو، يعني ما حبيتش نبارطاجي نفس الحاجات يوميا. حبيت نبارطاجي معكم واش نديرلو كيعود نيفو غير يسيل ونبوشي. هذاك السيروم يعني الطبيبه هي اللي تمدولك في لاردونونس، دونك شريتولو ومعاه البره هاديه. نجبد السيروم منها ونحي هذيك البره اللي من فوق ونروح نحطلو في الانف تاعو من الجهه اليمنى ومن الجهه اليسرى، يعني نحطها له ضربه واحده، ندفعها دفعه واحده هكذاك باش المخاط اللي يكون في الانف تاعو يروح الجهه يخرج، ما يحش يقعد باردون، ما حش يقعد في نيفو. ويعني نخدم له من اليمنى ومن اليسرى، ندير له صباح وندير له العشيه. وصراحه نلقى بزاف نتيجه على هذا السيروم، يعني خير من ماء البحر. هذه هي قلت نبارطاجيها معكم للي عندهم الاطفال تاعهم النيف تاعهم يسيل بزاف وما يحبسش. يعني انا ادم راهو في 15 جوغ ولا اكثر ونيفو غير يسيل، سما على بالي من السنه يعني من التسنين. دونك لقيت له هاد العفسه تاع السيروم. تعاونوا، ما حاش نقول لكم تحبسوا السيلان تاع الالف، مي تعاونوا بزاف باش هذاك المخاط اللي يقعد متخبي لداخل ما يهبطش لصدره وتاني يخرج له ما حش يقعد لداخل. المهم كيما شفتوا درت قرعه تاع معطر الجو، كانت فارغه عندي، حطيت فيها شويه تاع الجافيل وشويه تاع الماء وشويه تاع ايزيس باش انفشفش الفريجيدار تاعي ونعقمو بيا. نحيت كامل الخضراء اللي كانت في لي ساشي اللي كانت في لي رونجمون هادوك، وقلت ننظف الحاله ونريقليها بالطبع. اول حاجه البنات درتها يعني كي دخلت للكوزينه في هذا النهار هي انه رجليت كامل الكوزينه، فرغت البوطاجي باش كي نخرج واش كاين في الفريجيدار يعني ما تتحش عليا الحاله وما تتخلطش وتكون كلش منظم. كيما شفتوا بعد ما فرغت كامل الخضره رحت الحاجه الثانيه واللي هي اني نغسل كامل لي رونجمون اللي جايين في الفريجيدار، باش يعني نخليهم يقطروا ونرجع نمسح للفريجيدار كاخر حاجه. هذه هي بيان سور درت الايزيس ودير شريط حباكه جديده باش يعني تحبك لي بيا، وبيان سور نفشفش بلا جافيل باش يعني تنقي الحاله بيا. وهذه هي اذا كان وشو اذا كان يتلفت الهضره معليش نقول لكم صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وسبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله. دونك البنات كيما شفتوا يعني حنكمل نيطواي معكم الفريجيدار ونحكي معكم همسات هكذاك باش تستفادوا وما يجيكمش الفيديو ممل. وقبل ما نبدا نحكي في الهمسه نتمنى فقط منكم يا الزينات اللي ما دارتليش جيم في الفيديو تضغط لتحت على زر الاعجاب بالفيديو، ما راكي خسره والو كي تديري جيم في الفيديو. وحاجه تانية اذا كنتي تشوفي في الفيديو لاول مره يعني وما راكيش مشتركه في القناه نقول لك مرحبا بك، تضغطي تحت على زر الاشتراك وما تنسيش انه تفعلي الجرس تاع كل الفيديوهات تاعي هكذاك باش يوصلوك الاشعارات تاع كامل لي فيديو. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي باللي رانا مشتركين ورانا مفعلين وما راهمش يوصلونا الاشعارات، نقول لكم عاودوا الغيوا الاشتراك من القناه وعاودوا اشتركوا مره اخرى وعاودوا فعلوا الجرس مره اخرى هكذاك باش كي نحط لكم فيديو راح يخرج لكم ديريكتومون في لي نوتيفيكاسيون تاعكم. هذه هي وهذا هو بالنسبه للهمسه تاع اليوم يا البنات. ركزوا معايا مليح، حنحكي معكم في موضوع يعني راح يفيدكم في حياتكم، خاصه للبنات اللي راح يتزوجوا، للصغيرات، لانه كي نشوف في الاحصاءات تاع الفيديو تاعي الفيديو تاعي كامل نلقى بلي النسبه اللي يتبعوني من 25 حتى ل 35 سنه، ثم براسك رانا لاج واحد. وكاينه النسبه الاخرى اللي يتبعوني من 18 25، هي تاني نسبه كبيره. تسمى انا نحب كي نخلي اثر في وحده ماذا بيا يكون اثر ايجابي، لانه كاين بزاف الناس تتاثر بهاد الفيديوهات وتاخذهم بعين الاعتبار وتخدم كيما هما. دونك ان شاء الله كي نأثر عليكم نأثر بالإيجاب وبحاجة تفيدكم في حياتكم. وهذه هي
الموضوع ولا الهمسة تاع اليوم رايحة تكون كيفاش نحب نفسي، كيفاش نقدر نتغلب على الناس ولا على كلام الناس، وكيفاش نقيم تاني روحي. شوفوا البنات، راح نقول لكم حكايات ولا نحكي معاكم من الواقع اللي رانا عايشين فيه. إذا كان حبيتي تحبي نفسك جامي تسمعي لواش يقولوا الناس عليك، ولا جامي تحطي كلام الناس تحطيه في بالك. نعطيكم مثال صغير عليا. أنا مثلًا لو كان جيت نتبع واش يقولوا عليا الناس باغ إكزومبل في مجال اليوتيوب، لأنه في الولاية تاعنا في جيجل بالنسبة ليهم اليوتيوب حاجة مثلًا نقولوا خرطي، راهي قاعدة، راهي باطلة شغل، ما لقات ما دير، فهمتوا؟ بصح أنا ولا مرة ولا على بالي وما يهمنيش واش يقولوا، أنا تهمني راحتي النفسية، أني كي نحط فيديوهات يعجبني الحال، أنه كي نقدم محتوى نفرح، أنه كي نهز لاكام تاعي ونصور يطلع لي المورال، فهمتوا؟ هذا واش يطلع لي المورال، ما يهمنيش واش يقولوا عليا الناس، لانه ما راحين يزيدوا في عمري، ما راحين ينقصوا في عمري. يا اخي يقولوا الهضره باطل واللسان ما فيها عظم. ديروها قاعده في حياتكم، كلام الناس حطوها كيما يقولوا كلمه دخلت من وكلمه خرجت من. لو كان تتاثروا بكلام الناس ما راحيش تافونسي في حياتكم، والله ما تافونسي، غير تقعدوا في نفس المجال ولا في نفس المكان. على هاني نخاف يهضروا فيا، نخاف يقولوا فيا كيما نقولوها بالعاميه، يدزوا معاهم من الاخر صراحة. اذا عجبتك حاجة وشايفة روحك بلي ما كيش تخدمي في حاجة يعني تغضب ربي سبحانه، يا اختي اني نقول لك افونسي وخدميها وربي يوفقك ان شاء الله. والله غير نحكي لكم من قلبي، جامي تسمعوا لواش يقولوا الناس عليكم، جامي. بيسك الناس بصفة عامة ما يرضوناش الخير. ماشي كامل بصح الأغلبية تلقى عندهم الغيرة، تلقى عندهم الحسد، الحقد. تحبك تقعد حابسة ما ديري والو غير باش ما تكونيش انت خير منها. والله غير صح وبزاف رانا في هاد الحاجة. تلقى فلانة تقولك ما ديريش هكذا، ما تخدميش هكذا، وهي الهدف تاعها ماشي راهي تنصح فيك، الهدف تاعها راهي حابة تحبسك باش ما توصليش وين راكي حابة، باش ما تكونيش انت أفضل منها. هذه نقطة. النقطة الثانية حبيت نزيد نطلق عليها البنات، كيفاش انه نخلي الناس تحبني بلا ما اني يعني بلا ما ندير مجهود مني. شوفوا، الانسان اللي كتر الهضره الناس ما حاش تحبه بزاف من الاخر. علاش؟ لانه قد ما كترنا الهضره وقد ما كترنا البصاره قد ما غلطنا، قد ما وقعنا في اخطاء ما لازمش نكونوا وقعنا فيهم. فهمتوا؟ يا اخي يقول المثل: من قل كلامه قل ملامه، ومن كثر لغطه كثر غلطه. صح، يعني من قل الكلام تاعو يعني ما راحيش يلوموه الناس، رايحين يقولوا بلي هذه طبيعته، هذه هي عقليته، يولي يماشيو هذاك العبد على عقليته. من الانسان اللي يكثر الهضره بزاف ويدي ويجيب والنميمه والغيبه وفلانه قالت وفلانه دارت ويعمروا لك راسك، هذوك الناس انا نقول لكم غير تجنبوهم في حياتكم، لانه راح ياثروا بالسلب عليكم، راح تحسوا بطاقه سلبيه. كل ما قعدتوا معاهم راح تتوسوسوا وراح يتعمر راسكم. دونك اخطيكم من هادوك الناس وما تكونوش كيما هادوك الناس. فهمتوا؟ ما تكتروش هذيك الهضره اللي ما عندها حتى فايده، ما عندها حتى معنى، غير انها تجيب الذنوب لينا. هذه هي البنات. حكيت لكم على اهم نقطتين، هي انكم ما تعمروش راسكم بكلام الناس، والنقطه الثانيه ما تكتروش الهضره الزايده اللي ما عندها حتى فايده، اللي تجيب غير الذنوب. هذه هي وهذا هو هادو هما الهمستين اللي حبيت نحكي فيهم، اللي ان شاء الله يكونوا فادوكم، تكونوا يعني ديتوا فكرة عليهم. نصحتكم من قلبي واعماق قلبي، دائما في كل فيديو نحب نقدم حاجات ننصحكم فيها يعني بعفوية، بدون اي يعني اي تخطيط، يعني نهضر يعني واش قال لساني راني نهضروا معاكم، وطبعا من حياتنا ومن تجاربنا ومن الحاجات اللي عشناهم ومن الحاجات اللي شفناهم. كما شفتوا البنات، بعد ما مسحت كامل هذاك الفريجيدير نظمت الحالة ورديتها تشعل، رديت هذيك كامل الخضرة كل حاجة في بلاصتها مسحتها. يعني الفيديو راهو واضح ان شاء الله. برك هاد لا فيديو يكون دالكم طاقة تحفيزية، يعني عندكم هكذاك شغل مازال ما خدمتوش راهو في بالكم اخزيو الشيطان ونوضي عليه ونوضوا عليه، بس بالكم دي فوا يحكمنا الكسل. الحاجة هذه كنا حابين نخدموها مثال، مو هذاك الكسل ما نقدروش نتحركوا. دونك لازم تنفضي الغبار عليك كيما يقولوا، نخدموا حاجات اللي ماشي نخدموهم دائما، ساعات لازم نروحوا نتوشيهم. وهذه هي وهذا هو.
إن شاء الله يا ربي الفيديو تاع اليوم يكون فاتكم، يكون جاكم خفيف ظريف على قلوبكم، ما نكونش كثرت عليكم الهضرة، نكون فدتكم يا لو كان بحاجة قليلة، وماذا بيا يا الزينات أنكم تحفزوني بلي جام هكذاك باش الفيديو يقترح يعني اليوتيوب يقترح الفيديو تاعي المجموعة أكثر، يدخلوا يشوفوا لا فيديو ويستفادوا منها. واش نقول لكم، وصلنا نهاية الفيديو اللي إن شاء الله تكون جاتكم خفيفة ظريفة. نقول لكم دمتم والسلام عليكم.